السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى يا حلوين، النهاردة هنعمل أكلة جميلة قوي زي ما انتوا شايفين كده، عاملة زي ايه، زي أكلة المطاعم. فراخ ورز وخضار سوتيه ومعاه الصوصات بتاعتهم. اوكي. الأكلة دي بصراحة الولاد بيحبوها جدا جدا وطول الوقت بيطلبوها، يعني حتى لو هما الخضار في العادي لو مطبوخ مش بياكلوه، لما بيتعمل بالطريقة ديت هما بياكلوه بيحبوه يعني. بصوا بقى مش هطول عليكم. اول حاجه احنا هنجيب فراخ الكميه اللي احنا عايزينها طبعا زي على قدنا يعني. نغسلها كويس جدا وننقعها كويس جدا وهشرحها واشيل اي زيادات منها واشرحها زي ما انتم شايفين بالسكينه كده. اوكي. و... وهعمل لها الصوص بتاعها. بصوا بقى المفروض ان انا ببيتها اصلا في الصوص دوت في التلاجة من قبلها بليلة يعني، بس انا مكانش عندي وقت فعملته في نفس اليوم. فحتى هعمله قليل شوية على قد ما انا هدهن الفراخ بس، لكن لو انا هبيتها انا بعمله اكتر شوية. عندي مكعب مرق الدجاج، بهارات، 7 بهارات، ملح وفلفل وتوم باودر، بصل باودر، بابريكا. لو عندك روزماري كمان بيدي نكهة حلوة قوي قوي الصراحة. وكمان في ايه تاني، لو عندك بهارات مشويات، انا كان عندي صراحة بس نسيت احط يعني. اوكي. مع بقى التوابل ديت هنعمل ايه، هنحط كام صوص كده حلوين برضو هيدوها نكهة حلوة جدا جدا يعني. ده دبس رمان، وعندي كمان صوص باربيكيو وايه تاني، ومستردة وكاتشب وهوت صوص. هوت صوص هو على فكرة مش بيخلي الفراخ حراقة ولا حاجة، بس هو يعني بيدي نكهة برضو جميلة قوي مع مع الصوصات ديت. وهنقلبهم كويس جدا جدا معانا. وبعد كده هدهن بقى الفراخ بتاعتي. طبعا في الاثناء ديت انا عامله ايه، انا مشغله الفرن من تحت. اوكي. وحاطه الشبكه بتاعتي في النص علشان يسخن. هدهن بقى، هعمل ايه، هجيب صينيه وعليها الشبكه بتاعتي اللي هحطها على الصينيه هدهنها زيت علشان الفراخ ما تلزقش فيها. وهدهن الفراخ دي كويس جدا من كل حتة، وهحطها هرصها ايه عندي على على الشبكة اللي هي على على الصينية بتاعتي. وبرضو في الوقت ده انا ببقى حاطة مية بتغلي، علشان ايه، هحط في الصينية مية بتغلي عشان البخار اللي هيطلع منها هيخلي الفراخ طرية زي ما هي، مهما قعدت في الفرن عشان تستوي هي مش هتنشف. هتشوفوا كمان هتطلع يعني الصراحة طرية وجميلة قوي. أه وهحط كمان ايه، هحط مع المية السخنة هحط، بصوا هنا بقى عندي معلقة هقول لكم هنعمل بيها ايه في في الاخر. خليها ما ترميهاش ديت، دي انا بخليها كده الاخر هقول لكم هعمل فيها ايه. هنا هحط شوية خل واحط عليها المية المغلية بتاعتي، ده علشان الصينية بتاعتي ما تغمقش وتتعبني في التنظيف. هجيب لها كمان شوية حبهان وورقتين لورا برضو ايه، هي مع المية المغلية كل لما تغلي هتدي نكهة حلوة برضو للفراخ. وهسيبها بقى على نار متوسطة في الفرن لحد لما تستوي معايا براحتها خالص. مهما ما قعدت منكم يا جماعة هي مش هتنشف، علشان المية المغلية اللي احنا حاطينها ديت البخار اللي بيطلع بيطريها. هنا بقى عندي هعمل الخضار بتاعي. انا عندي جزر وفاصوليا خضراء وكوسة. لو انتوا عايزين تعملوه على البخار تمام، هي هتبقى ميه مغليه طبعا، وهنحط المصفى وهنحط فيها الخضار بتاعنا. بس زي ما قلت لكم كنت مستعجله، فانا عملته ايه، حطيت ميه مغليه ياخد غلوه وطلعته على ميه بتلج علشان يوقف السوا بتاعه، وكمان اللون بتاعه يفضل حلو ايه زي ما هو. كمان انا مش بسويه خالص، انا بخلي فيه قرمشه بسيطه كده بتديله ايه طعم اجمل يعني. اوكي. دي كمان الفاصوليا، وهعمل كمان الكوسه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. برضو الكوسة بقى لازم تبقى مقرمشة، الكوسة بالزيت يعني الصراحة بتبقى خطيرة. هنا هعمل الرز بتاعي معلقتين زيت على معلقتين زبدة، والكمية برضو زي ما انا عايزة. هشوحهم كويس جدا على على البوتاجاز. اهو زي ما انتوا شايفين برضو ببقى حاطة مية بتغلي علشان طبعا الرز بتاعنا مش هينفع نحط ميه من الحنفيه يعني. اي عموما طول ما احنا بنعمل واقفين بنعمل اكل لازم جنبنا ميه مغليه. احتاجنا ميه لاي حاجه في الاكل بنزود منها. هنا انا حطيت الملح بتاعي وحطيت مرق الدجاج وحطيت ايه
وحطيت الكركم بتاعي وقلبتهم كويس جدا. احط بقى المية المغلية، انتش الرز. طبعا كلنا شاطرين ما شاء الله يعني في الرز، واشطر مني كمان. اهو كده اتشرب معانا، هغطيه بقى واسيبه يستوي براحته. انا بقى بعمل ايه كمان، الخضار السوتيه مش بسيبه كده وخلاص، انا بحط له معلقتين زبده كده وبشوحه فيه. وعليه شويه ملح وفلفل ومكعب مرق دجاج وايه كمان بقى، لو بتحبي الحبهان حطي له شويه حبهان صغيرين خالص كده، يا سلام بقى طعمه بيبقى تحفه. لو احنا مش عايزين دهون، شويه ملح وفلفل وخلاص، على كده نقلب فيهم الخضار ويتقدم زي ما هو كده. هو الصراحه مش محتاج حاجه. هنا الرز عندي استوى. نعمل بقى الصوص بتاعنا اللي هيتقدم جنبيها. بصوا عندنا هنا زبادي ومايونيز. كل علبة زبادي ليها 3 أو 4 معالق مايونيز، وعليهم ملح وفلفل. نقلبهم كويس جدا 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 لحد لما يبقوا ناعمين معانا خالص. وبكده الصوص ده يكون ايه، يكون خلص. بصوا انا عملت معاه كمان صوص تاني، بس هو للاسف ما تصورش، انا مش عارفه ازاي يعني. المهم هقول لكم عليه، اللي هو انا كنت مقدماه لونه بينكي، لونه محمر كده شوية جنب الصوص دوت في الأول لو شفتوه يعني. هو عبارة عن مايونيز وكاتشب، ومعلقتين مايونيز، معلقتين كاتشب، معلقة مستردة، وقلبوهم كويس جدا. ده برضو طعمه روعة مع الفراخ، حلو قوي قوي، جربوها يعجبكم يعني. وهنقدم الصوصين دول جنب الرز والخضار والفراخ. هنا بقى عندي الفراخ بتاعتي كانت استوت. هعمل ايه، هطلعها كده، هبص عليها، هوريها لكم دلوقتي. اهي زي ما انتوا شايفين كده. عندي بقى المعلقه اللي اتبقت من الصوص اللي احنا كنا دهنين بيه الفراخ، هحط عليها معلقه زيت واقلبهم كويس جدا، وهدهن بيها الفراخ عشان تدي اللمعه ايه الاخيره دي. هدخلها الفرن بس تتشمع بس بسيط الدهنه اللي انا دهنتها ديت. اكون عملت بقى ايه، اكون عملت فحميه. اوكي. وبعد كده هخرجها واحط بقى الفراخ دي في طبق او في صينيه. انا عملت ايه، انا رحت مفضيه الصينيه اللي انا كنت حاطه عليها دي، فضيت الميه اللي فيها وحطيت الفراخ فيها، وعليها الفحميه، ونطشها بمعلقه زيت ونغطيها كويس. بتاخد بقى النكهه بتاعه الفحم ديت. بصي تحفه تحفه الصراحه، مع الصوص اللي احنا عاملينه ده اصلا مخلي طعمها روعه يعني. انا ما بيتهاش، بس برضو الطعم جميل قوي يعني. ونقدمها بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، ايه يعني كأننا قاعدين في مطعم. الولاد دايما بيحبوا الحاجات دي قوي يعني، اول ما بيشوفوا المنظر ده قدامهم خلاص هم بيحسوا ان هم خرجوا وقاعدين في مطعم، ويروحوا واخدين حاجتهم وقاعدين على السفرة وبتاع. وبالنسبة لهم بتبقى حاجة جميلة يعني. جربوه لهم هيعجبهم جدا، حتى لو مش بياكلوا زي ما بقول لكم الخضار مطبوخ، هم هياكلوه بالشكل ده. المايونيز بالزبادي لما بيتحط على الخضار، مش عايزه اقول لكم طعمه روعه. الخضار يعني بتاكلوه كده، بصي ما بيقعدش، مهما ما عملتي ما بيقعدش.